السينابون وصل. عجينة طرية هشة، عجينة من الاخر كده، حكاية والله العظيم. انتوا شايفين قدامكم العظمة اهوت. ولادي هابلين يا بنات عايزين ناكلوا سينابون، عايزين ناكلوا سينابون. اضطريت ان انا خلاص استسلم للامر الواقع واعمل لهم احلى سينابون يا بنات في الدنيا. عجينة هشة طرية رهيبة يا بنات، لما تجربيها بإذن الرحمن هتعجبك. احلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. معايا يا جماعة بولة، نزلت في البولة يا بنات بمعلقتين خميرة كبار، عليهم 3 معالق سكر بودرة، وانا حطيت سكر بودرة يا بنات عشان يبقى سهل اللي هو يدوب معايا، كان موجود عندي وحطيت. وهنزل بكوباية مية دافية يا بنات وادوب الخليط ده كويس جدا بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. اتأكدت ان كل حاجة دابت مع بعضها، هبدأ بقى احط عليه ورقة فويل عشان انا عايزة العجينة تخمر كده واحس ان هي بدأت ايه، ان هي نشطة، ان الخميرة مش وحشة معايا يعني فاسدة، لا الخميرة ما شاء الله تبارك الرحمن شغالة معايا. هنحط بقى المكونات اللي انا هقول لكم عليه. ربع معلقة ملح صغيرة، عليها معلقة كاستر كبيرة، عليها معلقة كريم شانتيه كبيرة، عليها معلقة لبن بودرة كبيرة يا بنات، 3 معالق كبار كده، كاستر، لبن بودرة، كريم شانتيه. هقلب الخليط بقى كويس جدا يا بنات، احس ان كل حاجة دابت مع بعضها كده. هبدأ انزل بشوية فانيليا محترمين وعليهم بيضتين. انا حاطة بيضتين ليه؟ انا حاطة بيضتين عشان البيض اللي عندي صغير يا بنات، تمام، بيض بلدي، فانت لو عندك بيض كبير هتحطي بيضة واحدة بس. هبدأ اقلب كويس جدا. هحط بقى معلقة ممسوحة كده بيكنج باودر، معلقة صغيرة كده ممسوحة بيكنج باودر. هبدأ كده يا بنات اقلب تاني، تمام كده زي الفل. طبعا كل حاجة متدفية معايا، السوائل كلها دافية يا بنات. معايا بقى كوباية الا ربع لبن متدفي يا بنات، برضو دافي، ولا سخن ولا بارد، تمام بين البنين. اقلب كويس جدا كده، تمام كده. خليط السوائل بتاعي جاهز معايا يا بنات. بصوا بقى يا بنات، بالنسبة للدقيق انا مش هعتمد على معيار. انا العجينة تتشرب وتبقى عجينة معايا، يعني تتحط عليها دقيق وتبقى عجينة معايا كده تمام، مش عايزة دقيق تاني. زي ما انتوا شايفين كده، انا حطيت الدقيق وهبدأ اعجن. الم العجينة بس كده واحس ان هي بقت عجينة معايا محترمة بس. يعني احنا مش هنرتبطوا بكوبايات معينة من الدقيق. انا بس هلم العجينة بتاعتي ومع السوائل الدافية واحس ان هي بقت عجينة كده طرية وبتلزق سنة كده، تمام. بص يا بنات، هي لسه بتلزق، تمام. هبدأ احط لها دقيق كمان كده. عسل يا بنات. كمان انا حسيت برضو اللي هي لسه بتشبط في ايدي، هحط لها شوية دقيق كمان. واعجن كويس جدا، لازم السينابون يتعجن كويس جدا يا بنات. بصوا يا بنات كده، بصوا معايا بقت العجينه كده زي الفل. هعمل لها بقى ايه، اسيح لها ربع كوبايه زبده، اللي هي عباره عن 3 معالق كبار. ربع كوبايه زبده عباره عن 3 معالق كبار زبده. وهبدا ايه بقى اخلط كده مع بعض كده الزبده. حسيت بقى ان هي تمام، بقت عجينه زي الفل، طريه سيكه يا بنات، ما تكونش ناشفه، تمام كده. بصوا يا بنات كده زي الفل، عجينه ما شاء الله ملبن معايا. والكاستر عطلها لون فظيع يا بنات، فظيع، ولا ريحتها خطيرة. هتبقى بس ايه ترتاح شوية كده يا بنات. وتعالوا بقى عقبال ما ترتاح شوية نشوفوا هنعمله ايه مع بعض تاني. معايا طبق، هنزل بمعلقة قرفة كبيرة يا بنات، معلقة كبيرة قوي قرفة، معلقة كاكاو خام كبيرة برضو، وهنزل بنص كوباية سكر. اقلب كويس، ده سكر التموين عادي خالص يا بنات. قلبي كويس كده بقى. كده الخليط اللي هيتحشي بيه السينابون جاهز معايا. تعالوا بقى نعمله الصوص اللي هنحطوه على السينابون لما يطلع من الفرن. معايا شفشق الخلاط يا بنات.
هنزل بنص كوباية لبن، بنص كوباية لبن تكون باردة ما تكونش سخنة. تمام. وهنزل بقى بمكعبات جبنة مثلثات يا بنات، مش جبنة كيري، اي جبنة مثلثات عادية يعني مفيش مشكلة. احط كده يعني قيمة 4-5 مثلثات كده، نص كوباية لبن ساقع. تمام. عليها 5 مثلثات جبنة. ماشي. وعليها معلقتين كبار كده لبن بودرة. وعليهم كده 4 معالق كريم شانتيه. ماشي. عندك زبدة هتحطي معلقتين كبار، ما عندكيش انا هحط سمنة بلدي. انا عندي زبدة وعندي سمنة بلدي، بس انا حابة السمنة البلدي. انا حطيت شوية فانيليا كده. انا هحط كمان معلقة سمنة بلدي كبيرة يا بنات كده محترمة. وبعد ما الخليط ضربته في الخلاط طلع بالطريقة دي، هو تحس ان هو سايب شوية كده، لما تحطيه في التلاجة هيمسك ويكلبش وهيبقى حلو قوي. تعالوا بقى نرجعوا للعجينة مع بعض، واحط بقى الخليط ده في التلاجة. بصوا بقى يا بنات كده العجينة بتاعتي بقت زي الفل. شايفين اللون بيتكلم عن نفسه، لونها تحفة جدا. هنحط شوية دقيق يا بنات. على فكرة يا بنات دمت شوية الدقيق اللي فضلوا من الكيلو الدقيق، يعني انا فتحت كيلو دقيق وده شوية الدقيق اللي فضلوا، لا ما خلصت العجينة يعني. بصوا بقى هنجيبوا العجينة كلها كده وهنفردوها على قد ما تقدري تخلي شكلها مربع، مش فاهمة بالطول، يعني تفرديها بالطول مش مدورة كده. انا حاولت على قد ما اقدر بصراحة ان انا اخليها بالطول كده، بس هي جت معايا كده. ان شاء الله هجيب المفرش السيليكون ده، ممكن هيخلي نتيجة العجينة معايا ان انا اظبطها اسرع، يعني هيكون احسن، لان انا عندي الترابيزة مدورة، فممكن انا معرفتش اجيبها كويس جدا. يعني متهيألي المفرش السيليكون يا بنات هيجيب العجينة كويس اعتقد يعني، هجربه يعني. بصوا بقى انا معايا نص كوباية زبدة، انا يا دوبك كده مفككاها او سايباها في حرارة الغرفة لو عندك المكان دافي. تمام. اتفككت معايا كده كويس جدا، هبدأ افردها على العجينة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي يا بنات. لقيت كده ان المعلقة مش مظبوطة معايا، جبت الفرشة بتاعتي وهبدأ كده افرد كويس. نص كوباية الزبدة تتحط كلها يا بنات، هي على المقادير دي مظبوطة قوي. تمام كده جاهزة معايا هيت. خلاص كده يا بنات، بصوا في كل حتة لازم تحطي زبدة. هنجيبه بقى الخليط اللي احنا كنا عاملينه، اللي هو السكر والقرفة والله صل على النبي الكاكاو الخام، هنفرده بقى كده عليها من فوق. يلا بقى صلي على رسولك الكريم كده، وحط لايك من ايديك الحلوة. ولو انت مشتركة يعني لسه شايفة قناتي جديدة، يا ريت تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتكتبي لي كومنت حلو كده تفرحي قلبي بيه. بصوا بقى يا بنات انا رشيت كده السكر، وهبدأ بقى ادور كده يعني الفها بالطول كده ده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هو الفيديو شرح نفسه يعني يا بنات. لفي كده لحد ما تخلصي الحبل النهاية كده. بصوا يا بنات خلاص كده هي تمام بقت معايا. قفلي بقى الطروف دي كلها، قفليها عشان ما تفكش معاكي. انا بقى كده قطعت اول كده من فوق، فافتكرت ان انا لازم اقطعها بالخيط. فخليت بنتي جابت لي حته خيطه كده وقطعت بيها، بس على فكره احسن. وحطي 3 صوابع، يعني قطعي اعملي مقاس 3 صوابع من ايدك. شوفوا زي ما انتوا شايفين كده، انا قطعت 3 صوابع يا بنات، كانت مقاسها حلو ومناسب على فكره. كده انا مستنيه على فكره بنتي تجيب الخيط. جابت الخيط معايا يا بنات. على فكره الخيط سهل جدا، بان انت تقطعيه احسن من السكينه 300 مره. ثانيه اكون خلصت. بصوا يا بنات، وبيقطعها بصراحه شكلها حلو قوي ما شاء الله تبارك الرحمن. من احلى السينابون اللي انا عملته في حياتي يا بنات على فكره، بالعجينه التحفه جدا دي. وكمان حاجه، ريحه القرفه يا بنات في البيت خلت ريحه البيت فظيعه. الحق حسي ان انت يعني حاجات من بتاعه زمان دي يا بنات، اللي هو بقى الخبيث والحاجات دي. بصراحه ريحه القرفه كانت تحفه جدا. كده قطعت يا بنات الكميه معايا، طلعت ما شاء الله كميه محترمه. هجيب بقى الصينيه القارب بتاعتي، ادهنها كده فرشه زبده من تحت يا بنات بالطريقه اللي شايفينها ديت.
هي كانت الزبده يعني مطرح ما انا كنت بفردها على العجينه فضلت شويه دمت، فحبيت ان انا ايه افردها كده في الصينيه. هبدا بقى كده احط السينابون بتاعي، ولازم يكون في فاصل بين السينابون والسينابون عشان خاطر تديله مساحه ان هو يخمر ويشبع خمر، فاهمه؟ انا عايزاه يخمر كويس جدا يا بنات، لازم السينابون ده يخمر كويس جدا. ولازم يا بنات تولعوا الفرن تدفوه وتحطوا السينابون فيه عشان ده اللي هيخلي الخمر بتاعه تمام فله كده. ظبطي بس الشكل كده وحسي كده ان هو مظبوط معاكي تمام كده. انا حطيت كده يا بنات 9 سينابون هنا في الصينيه. بصوا بقى يا بنات هنحط بقى ايه استرتش، طبعا لازم احطه استرتش، وانا مدفيت الفرن خلاص اوريدي تمام. هخلص بقى واحطه في الفرن نص ساعه او ساعه بالكتير بيكون خمر معاكي. بصوا ما شاء الله ملا الصينيه معايا. في بقى قطعه كده من الفيديو بصراحه اتمسحت، إيه ان انا بحط وانا بوريكم ان السينابون ما شاء الله خمر معايا، ما اتمسحت عندي ما لقيتهاش خالص. فانتوا طبعا متخيلين ان السينابون خلاص تمام خمر وبقى كويس تمام يا بنات، انتوا ماشيين معايا اهو. بصوا دمت الحتت الصغيره اللي فضلت معايا اللي هي الطروف بتاعه السينابون تمام، هنحطوها برضو ونسووها اكيد طبعا يعني نرموها يعني. خلاص كده يا بنات السينابون جاهز معايا كده. وبرضو انا مسحت برضو الصينيه بالزبده برضو، هنغطوه برضو بالاسترتش برضو نفس النظام. ويا ريت بقى لو انت واقفه عند الحته دي بجد الفيديو ده تعبني قوي عشان اصوره لكم بالجوده ديت، يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان تفرحي قلبي بالله عليكي بكومنتاتك الحلوه وباشتراكك في القناه. اما بقى لو انت بقى لسه كده دماغك بتفكر انا اعمل لها اشتراك ولا لا، بالله عليكي لازم تحطي لي اشتراك بالله عليكي. انا بكبر قناتي ونفسي اكمل ال1000 بقى، شجعوني يا بنات. بصوا بقى يا بنات السينابون طبعا خمر ودخل الفرن وجهز معايا. الفرن بتاعه على كام؟ الفرن بتاعه على 180 بيكون سخن قوي، بتحطيه رف اوسط، رك ما ياخد الوش معاكي بتكوني مطلعه على طول، ورك ما تطلعيه تكوني عطيله بقى فرشه سمنه بلدي او عطياله فرشه زبده على حسب الرغبه بالطريقه اللي شايفينها ديت. طبعا انا حسيت ان هو تمام كده وبقى زي الفل. بصوا يا بنات انا بس بوريكم العظمه ان هو لما خمر كانت في فواصل بين السينابون والسينابون. بصوا ما شاء الله كله لزق في بعضه ازاي. نتيجه الخمر بتاع الفرن يا بنات لما تدفيه بيبقى كويس جدا. شوفوا بقى يا جماعه الصوص معايا تقل ازاي بالطريقه دي، عشان قلت لكم لما يدخل التلاجة هيتقل معايا كده. انا باخد بقى من الصوص واحط بقى على السينابون من فوق بالطريقه اللي شايفينها. شربيه كويس جدا لان السينابون ده يعني الصوص بيوديكي في حته تانية خالص بصراحه، يعني بيخليه تحفه. بالذات بقى معلقه السمنه البلدي دي يا بنات، وكمان دهنتيه سمنه بلدي يا سيدي حاجه كده عظمه يا بنات والله العظيم. معايا بقى طبعا صوص الكراميل ده هزينه، تزيين ده على راحتك بقى. عندك بقى صوص الكراميل، عندك زبدة اللوتس، اي حاجة من دي حطي بقى يعني ظبطي كده وشكلي. انا بقى حبيت اعمل واحدة كراميل وواحدة شوكولاتة صوص الشوكولاتة كده بشكل كده عشان البنات بقى تاكل كده وتنبسط عندي والواد كمان لان هم طالبينه والله يا بنات. طبعا لقيت شوية كاجو كده عندي وشوية مكسرات حبيت بقى اديلها كده ايه ازينها كده يا بنات بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. عين الجمل برضو يا سيدي يا سيدي والله العظيم عظمة يا بنات، استاهل والله لايك من ايديك الحلو. بصوا بقى على الجمال يا بنات، رهيب يا بنات رهيب. جربوه بطريقتي بجد والله الطريقة دي تحفة جدا وعجينتها تحفة. اهم حاجة ان انتي لازم تدخليه السينابون بتاعك على نار عالية، لازم تدخليه على نار عالية تمام يا بنات. انا بس بقطع لكم حتة بقى كده نشوفوا بقى الجمال. بصوا بقى يا بنات انا بقى حبيت كده اعمل بقى ايه بت كده وبرستيش ومش عارفه بقطع بالشوكه، في اخر ما زهقت رحت مقطعه بايديا.
هي العجينة طرية ومش مستحملة، والطبقات السينابون من جوه زي الفل. عايزاكي بس تجربيه كده ان شاء الله هيعجبك.